السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. مدام هناء هي واخوها واولاد اخوها كانوا بيسألوها شوية اسئلة، بيقولوا لها هنسألك شوية اسئلة محرجة. من ضمن الاسئلة اللي سألوها بيقول لها ليه ما لبيتيش النداء لما انا طلعت في اللايف وقلت لك تعالي بيت اخوكي مفتوح؟ فتحسي كده يا جماعة ان مدام هناء شكلها اتأثر جامد وافتكرت وزعلت ان هو ما جالهاش، او حتى مش ما جالهاش، هي ما جاش لياسمين، بقاله سنين طويله ما شافهاش. وبعدين ياسمينة مش عايشه في مصر عشان نقول مثلا مش هيقابلها النهارده، ممكن يقابلها بكره. دي بنت اخته وعايشه في فرنسا. المفروض لما ياسمينة جت كان هو يجي يسلم عليها، ده المفروض صراحه يعني. انت زعلان مع اختك؟ انت حتى لو انت جبت بعضك وجيت ورحت خبطت على الباب وخبطت، اختك هتفتح لك الباب وهتاخدك بالحضن، بس كنت هتفرح مين؟ ياسمين. كانت ياسمين هتفرح جدا جدا. مش بيقولوا يا استاذ محمد الخال والد؟ وبعدين كان نفسنا ان ياسمين تحس ان انت بدل باباها الايد الحنينه اللي بتطبطب عليها، الايد الحنينه اللي بتطبطب عليها، لان الخال والد. فكونك انت زعلان مع مدام هناء دي حاجة، وانك انت تيجي عشان خاطر بنت اختك اللي بقالك سنين طويلة. ويا عالم ياسمينة هتيجي امتى مصر؟ يا عالم، الله اعلم، ممكن تيجي مع جوزها ممكن ما تجيش، بس احنا خلينا في حتة ان هي موجودة في مصر وقعدت 15 يوم في الدقي، مش قعدت يوم ولا 2 ولا 3، قعدت 15 يوم في الدقي، وانت ما جيتش حتى تقول لها الحمد لله على السلامة يا ياسمين. ما حتى انت ما رفعتش السماعه حتى وكلمت ياسمين في التليفون وقلت لها ازيك يا ياسمين بينك وبينها كده. فحق ما تحس ان مدام هناء اتأثرت وزعلت، وحتى بتقول ان ياسمين متأثرة جدا وزعلت. يعني هي مالها ياسمين في الزعل بينك وبين اختك؟ وكمان بيسألوا كمان، حتى سأل مدام هناء سؤال تاني محرج شوية برضك، بيقول لها لو جوزك قالك ما تكلميش اخوكي تعملي ايه؟ مدام هناء طبعا قالت له لا، جوزي قال لي ما تكلميش اخوكي خلاص. قالت بس في شرط انه يكون جوزي من مثالي، لو جوزي انا مثالي هسمع كلامه. قالت لو جوزي مثالي هسمع كلامه. فطبعا تحسي كده ان ابو منى يعني ما عجبهوش الرد بتاعها يعني وكده. فراحت مدام هناء شاطره، مدام هناء راحت قالت له ايه؟ طيب شيماء لو حصل معاها كده تعمل ايه؟ فشيماء ردت قالت هتسمع كلام جوزها، بس من وقت للتاني هتحاول تصلح، ومن وقت للتاني هتكلم اخوها في التليفون تطمن عليه بس وتقفل، بس هي مش هتروح. فطبعا يا جماعة الزوج الصالح لا يمكن هيقطع الأخت عن أهلها أو الأخت عن الأخ، لا يمكن. أي زوج صالح زعلان مع مثلا نسايبه، زعلان مع أخو مراته، زعلان مع حماه، زعلان مع حماته، هو مش هيروح، ما يروحش هناك، ما يتصلش بيهم، لكن ما يمنعش مراته عن أهلها، ده الزوج الصالح اللي مدام هناء بتقول عليه. لو زوج صالح، الزوج الصالح عمره ما هيقطع الواحدة عن أهلها أبدا، هو ما يروحش براحته، لكن ما تقطعش أهلك مراتك عن أهلك. بالظبط زي إيه؟ الزوجة زعلانة مع أهل جوزها، يا ترى الزوجة من حقها تقول لجوزها ما تروحش عند أهلك؟ لا، ده هيسيبها تخبط دماغها في الحيط وهو يروح عند أهله. واخدين بالكم؟ فيا جماعة صلة الرحم مفيش في، يعني مهما يحصل الواحدة ما تقطعش صلة رحمها أبدا. والزوج الصالح، بس في رجالة ساعات بييجوا يحلف عليها بالطلاق ما انت راحة، فبتضطر يا عيني غصب عنها. الستات غلابة، والله الستات غلابة، فبتضطر غصب عنها تقعد في البيت وتتحرم من أهلها ومن عيلتها عشان خاطر حالف عليها اليمين. يعني تقول لك طب أنا هخرب بيتي، لما أخرب بيتي هروح فين؟
بس نرجع نقول الزوج الصالح ابن الأصول المتربي ما يمنعش الواحدة عن أهلها. مش عايز انت تروح عندنا سايبك، ما تروحش، سيب مراتك تروح لوحدها عند أهلها وما تقطعهمش. وربنا يهدي الجميع يا رب يا رب يا رب يا رب، ما حد يتقطع من صلة رحمه أبدا يا رب. وربنا يبارك لك يا مدام هناء في اخواتك يا رب وفي ولادك. يلا يا بنات عشان ما نطولش الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع ألف سلامة.